الفنانة نعمة مختار هي بطلة حلقتنا النهاردة، المرأة التي غلبت الشيطان في الخيال والحقيقة. هنتعرف النهاردة على حاجات كتير جدا عن الفنانة نعمة مختار. قامت ببطولة فيلم المرأة التي غلبت الشيطان، والمفارقة كانت ان نهاية بطلة القصة تشابه مع نهاية بطلة الفيلم الفنانة نعمة مختار، التي اعتزلت الرقص وصرحت انها بقرار اعتزالها ذلك استردت حياتها وأصبحت تعيش مع الله أجمل أيام حياتها. وقالت إن ابتعادها عن الرقص يوم ميلادها الحقيقي، وإنها لا تندم ولا تنكر إنها كانت راقصة، لكنها رقصت باحثة عن لقمة العيش. وتعرضت نعمة مختار لمواقف كتير جدا في حياتها، زي إنها كانت بترقص وهي بترتدي مصحف ذهبي على صدرها، وهذا الأمر أثار ضجة كبيرة جدا في الوقت ده، وكان حديث الرقابة، والتي ذكرت إنه لا يصح الرقابة إن الراقصة نعمة مختار ترقص وكلام الله يهتز على صدرها العاري، وتتلوى صاحبته وتتمايل أمام الناس شبه عارية. وهنا اتخذت الرقابة إجراء بأن تقدم الفنانة والراقصة نعمة مختار للمحاكمة، وأثارت الضجة أكثر ما بين مؤيدي الأمر ومعارضي. وعلشان كده أخفت الفنانة نعمة مختار بناء مسجد من مالها الخاص، وتكتمت على الأمر حتى لا يحدث ضجة جديدة. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة، ونرجو من حضراتكم دعمنا بلايك للفيديو، وكمان اشتراك في القناة، ونفعل الجرس على الكل ليصلكم كل جديد وحصري من القناة.